السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن منهج الصف الأول الابتدائي، هنتكلم فيه عن الوحدة الأولى في الترم الأول يونت 1. الوحدة دي اسمها إيه؟ اسمها هلو، أهلا. أهلا لما أجي مثلا حد، أنا مثلا شفت صاحبي وعايزة أقول له أهلا، هقول له إيه؟ هقول له هلو. تمام، ما بعملش ستريس على كذا حتة، يعني مش بضغط في كذا حتة أقول هلو كده، لا بقول هلو. هلو يعني إيه؟ يعني أهلا. طب تعالوا كده نتكلم عن الموجود في الوحدة بتاعتنا. تعالوا نتفق مع بعض ان احنا واحنا بناخد الكلمات مش هنكتفي ان احنا نقرأ الكلمات كده، لا احنا هنهتم بأصوات الحروف وهنهتم بقواعد القراية. مش هتبقى مجرد حفظت الكلمات، لا ده انت حافظ الكلمات وكمان فاهم وتقرأ اي كلمة شبه الكلمة اللي انت اخدتها. اول حاجة هنا بيقول لي I am يعني أنا أكون، يبقى I am يعني أنا أكون مكونة من جزئين، I يعني أنا وam يعني يكون، فالI صاحبتها am، تبقى على بعضها I am أنا أكون. نيجي لتاني كلمة، كلمة مس. يعني إيه مس؟ الأبلة اللي بتديك في الفصل بنقول عليها مس. تالت كلمة لسه قايلينها من شوية هي كلمة هلو. هلو يعني أهلا. رابع كلمة كلمة مستر اللي هو الأستاذ اللي بيديك في الفصل. نيجي بعد كده للكلمات، عندنا هنا كلمة هلو تاني كاتبها لنا يعني أهلا مرحبا. طب يعني إيه نسلم على بعض؟ إحنا عارفين إن يد يعني هاند. طب لو عايزة أقول لما بنيجي نسلم على بعض بنهز إيدينا كده، فنقول shake hands. shake hands. خلي بالك لما بتيجي تقول hands مش بتوضح قوي الدي، مش هنوضحها في النطق. الاس اتش بتدينا صوت ش ش. نيجي هنا في كلمة شيك. شيك الاي هنا صوتها طويل. طويل ليه؟ لاني عندي اي سحرية شقية في الاخر بتخلي صوت الاي طويل، فبقول شيك. shake يعني بنطق الاي باسمها، فاقول shake hands. shake hands يعني يسلم. طب لو حد ماشي هيقول ايه؟ هيقول goodbye. goodbye يعني الى اللقاء، الى اللقاء. تيجوا بقى هنا لو انا عايزه اسال حد عن اسمه بقول له ايه؟ بقول له what's your name. what's your name يعني ما اسمك. تعالوا كده نمسك الجزء ده بالتفصيل. what يعني ما او ماذا، what ما او ماذا، بس انا قلت what's. ايه الاس اللي هنا دي؟ الاس اللي هنا دي اصلها كانت is، يعني اقول what is your name ما اسمك. فهنا الاس دي جايه ايه؟ جايه فعل مساعد، جاي بيساعد اداه الاستفهام دي، فاقول what's your name ما اسمك. your يعني ملكك، يعني حاجه بتاعتك، ودي صفه ملكيه. فلما اقول لك your name اسمك. طب لو قلت لك your book كتابك، your bag شنطتك. خلي بالك من كلمة نيم يعني اسم. نيم برضو صوت الاي فيها صوت طويل. ليه؟ عشان عندي في الاخر اي سحرية شقية طولت الصوت، فقلت نيم. نيم نطقت الاي باسمها. طب لما حد يقول what's your name يسألني عن اسمي، هرد واقول ايه؟ هقول I am وبعدين بعد I am احط اسمي. طب I am يعني ايه؟ يعني انا اكون. طب لو انا اسمي هنا هقول I am هنا. طب انا اسمي اسراء هقول ايه؟ هقول I am اسراء، يعني انا اكون اسراء. يبقى احنا عرفنا ان I am يعني انا اكون وبعرف نفسي بيها. نقول تاني، لو عايز اسألك عن اسمك اقول لك what's your name. يبقى عايز تسأل صاحبك عن اسمه هتقول له ايه؟ what's your name. هيرد عليك يقول I am ويحط بعد كده اسمه. نيجي بعد كده جزء الفونكس. هنا بيهتم بالايه؟ بالصوتيات، يعني الصوت اللي خارج من الحرف. مش كل حرف ليه صوت واسم. الحرف ده اسمه بي وما بنطلعش فيه هوا، طب صوته ب. ب. طب عايزه اعرف يعني ايه كتاب. احنا عارفين ان صوت الاو بيكون كتاب يعني بوك. بوك. طب هنا شنطه يعني باج. صوت الجي هنا ج، والاي صوتها هنا قصير شورت اي، فصوتها تبقى على بعضها باج. باج. طب ازرق يعني
blue blue. يعني باجي على اليو والاي في الاخر وصوتهم يكون او او، فاقول blue. عشان لو جت اي كلمة تانية زي مثلا glue اعرف انطقها واعرف اقراها، لان انا مثبتة عندي ان اليو اي في الاخر صوتهم او. طب اتوبيس يعني بس بس، صوت اليو هنا وده صوت اليو القصير، فقلت بس. نيجي لكلمة نحلة مشغولة، الاس هنا هتتنطق زد، فاقول busy bee busy bee. تعالوا بقى نتكلم عن القواعد في الكلمة دي. احنا قلنا الاس هننطقها زي الزد، والواي هتطلع صوت اي، فاقول busy busy، فطلعت صوت الاي الطويل. هنا عندي في كلمة بي عندي 2 اي، والاتنين اي بيدوني صوت الاي الطويل، فاقول بي بي. يبقى نقول الكلمات تاني ونقول ورايا book book bag bag blue blue bus bus. خلي بالك صوت اليو ايه نحلة مشغولة، مشغول يعني بيزي، ونحلة يعني بي، تبقى على بعضها بيزي بي يعني نحلة مشغولة، وصوت البي هو ب، وما نخرجش فيه هوا. كده نكون خلصنا lesson 1 و lesson 2 في الوحدة الأولى، ونتقابل المرة الجاية إن شاء الله في lesson 3.